السلام عليكم. دي مش اول مره نعمل فيها الفيديو ده، وانت مش اول مره تتفرج عليه. كل ده حصل قبل كده عدد لا نهائي من المرات، وهيفضل يتكرر لعدد لا نهائي من المرات، هو بنفس تفاصيله وبنفس الترتيب. انا جنة عادل ودي سحلة النهارده. اي حد لسه مفركش وبيعاني من الام الفقد والانفصال بيبقى نفسه انه ينسى كل ما له علاقه بهذه العلاقه. لو شفتوا فيلم Eternal Sunshine of a Spotless Mind، الابطال جول وكليمنتاين بعد علاقه حب مروعه وبريك اب مروع بيقرروا يمسحوا بعض من ذاكرتهم. في عالم الفيلم عقبال عندنا كده في تقنيه اسمها لاكونا تسمح بهذا النوع من الجنون. بعد عمليه المسح دي بينتهي بيهم الحال ان هم يقعوا في حب بعض تاني بنفس الطريقه ولنفس الاسباب اللي خلتهم يحبوا بعض المره اللي فاتت، اللي هي تقريبا نفس الاسباب اللي خلتهم يسيبوا بعض، عشان الانسان ده منه لله. لحد هنا يبدو كلام متوقع، ما هم علشان نسيوا بعض نسيوا ايه المشاكل اللي كانت بينهم، لما اتقابلوا تاني وقعوا في حب بعض تاني. حلو؟ لا مش حلو، لان في الفيلم جول وكليمنتاين حتى بعد ما رجعت لهم الذاكره واكتشفوا هم سابوا بعض ليه، اسوأ عيوبهم ايه، علاقتهم هتخيش فين، رجعوا لبعض برضه. الله، دي مش مسألة ذاكرة بقى، ده غباء ده ولا ايه؟ والله احنا ممكن نبص لهذه القصة الرقيقة بكذا طريقة. لو هنبقى رومانسيين ممكن نعتبرها مجاز عن انتصار الحب على الذاكرة وخوفنا من بعض وقدرتنا على إيذاء بعض، وإن فعلا زي عمرو دياب ما قال ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا، وكل علاقة فيها الحلو وفيها الوحش، وما دام الحلو شايل الوحش فخلاص نستهدى بالله وبالتوفيق للجميع. لكن برضو ممكن نشوفها مجاز عن فكرة تانية مثيرة أكتر، فكرة الإترنال ريكارنس أو العود الأبدي. فلسفة العود الأبدي كانت فلسفة موغلة في القدم. أول حد اتكلم فيها تقريبا كان فيثاغورس. فاكرين فيثاغورس بتاع المثلث القائم؟ والراجل ده كان حوار يا جماعة، احنا كده كده هنعمله سحلة لوحده. بس عشان ما نتوهش من بعض، في عقيدة فيثاغورس الحاجات بتعيد نفسها بنفس الطريقة كل شوية بعد فترة معينة من الزمن. مفيش أي حاجة جديدة تماما، الكون كله بيدور واحنا وياه بندور في دايرة لا نهائية من التكرار. الحياة بتنشأ وتفضل تتطور وتتغير وبعدين تنتهي وبعدين تبدأ تاني من أول وجديد بنفس الطريقة وبنفس الترتيب. للوهلة الأولى الكلام يبدو فيه شبه من فكرة تناسخ الأرواح وعجلة الموت والميلاد في الديانات الهندوسية والبوذية وحتى في الأورفية اللي اتكلمنا عنها في سحلة النسيان. بس العود الأبدي مختلف عن تناسخ الأرواح في حاجتين أساسيتين. رقم واحد، إن العود الأبدي بيقول إن الحاجات هتفضل تتكرر زي ما هي بالظبط، مش زي تناسخ الأرواح إن أنت في الحياة دي شخص وفي الحياة اللي بعدها هتبقى شخص تاني على حسب أنت عملت إيه والكارما ودتك فين. مفيش الكلام ده، انت نفس الشخص في الحياه دي وفي كل الحيوات اللي فاتت وفي كل الحيوات اللي جايه، وهي دي شقه المعلم فوزي وانا مراته الجديده. رقم اتنين، ان دي طبيعه الكون اللي لا يمكن التمرد عليها، وانها مش حاجه وحشه محتاجين نتحرر منها زي عجله الموت والميلاد. البوذيه مثلا شايفه ان عجله الموت والميلاد، انك تتولد وتعيش وتموت وبعدين ترجع تنزل تعيش مره تانية، دي حاجه مش كويسه وبتديك اكزيت، بتديك مخرج، مجموعه من الوصايا والتعليمات لو اتبعتها تقدر تحرر روحك من اللفه دي وتوصل بقى للنيرفانا وتفكك من التناسخ والكلام الفاضي ده. الأورفية نفس الكلام، لما تنزل يا ابني العالم السفلي اشرب من نهر الذاكرة، ما تشربش من نهر النسيان علشان تفتكر كل حاجة وتكسر دايرة التناسخ. العود الأبدي مفيش الكلام ده، مفيش أي حاجة ممكن تعملها هتخليك تتحرر من فكرة التكرار الأبدي ده، مفيش أي حاجة ممكن تتغير، الحاجات ماشية في مسارها الطبيعي وانت حاجة من ضمن الحاجات ماشي في مسارك الطبيعي برضه، وهي الدنيا كده والموضوع مش شخصي. دي الوزن. الفلسفة دي انتشرت لفترة في اليونان بين الفلاسفة الرواقيين، وابتدوا يكونوا تكهنات كده عن اللفه الواحده بتاخد قد ايه. افلاطون مثلا حط التاتش بتاعه وقال ان احنا ممكن نميز اللفه الواحده بان هي الوقت اللي هتستغرقه النجوم والافلاك اللي انا شايفها دلوقتي في السماء بعيني المجرده علشان ترجع توصل لنفس المكان اللي هي فيه دلوقتي. ودي اتسمت السنه الافلاطونيه وبتقدر بحاجه بين 25,000 سنه و 36,000 سنه. طبعا الارقام متضاربه والموضوع مش متماسك قوي، بس افلاطون كان شايف ان الكون بينتهي ويبدا من اول وجديد كل حوالي 30,000 سنه. بعدين مع ظهور وانتشار اليهودية والمسيحية الفكرة دي تراجعت تماما، لأنها بتتعارض مع النظرة المسيحية واليهودية للكون، إن له بداية وله نهاية وما بيكررش نفسه إلى ما لا نهاية، وإن الناس مسؤولين عن تصرفاتهم وتصرفاتهم دي مؤثرة وعشان كده يتحاسبوا عليها. وفضلت فكرة العود الأبدي مركونة على الرف إلى أن جاء الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، وهو ما كانش معجب قوي بقصة الأديان دي وأعاد تقديمها للعالم مرة ثانية. في كتابه جاي ساينس أو العلم المرح، فريدريك نيتشه قدم تجربة فكرية، ثوت اكسبيرمنت، لعبة كده. هتعمل ايه لو اكتشفت ان كل حاجة عملتها في حياتك وكل حاجة حصلت لك مهما كانت كبيرة او صغيرة، مفرحة او محزنة، هترجع تعيشها تاني بنفس الطريقة وبنفس الترتيب الى ما لا نهاية، وانك على حد كلامه مجرد ذرة رمل في ساعة رملية كونية كل شوية لما تخلص تتقلب من اول وجديد. هل الاكتشاف ده هيزلزل كيانك ويخليك تحس انك محبوس في لعبة شديدة القسوة وان حياتك ملهاش معنى ومفيش اي حاجة ليها معنى، ولا هتحس بالراحة والرضا؟ من بعد كتاب
كتابات نيتشه ابتدت فكرة العود الأبدي تستعيد بريقها القديم وتغازل خيال الأدباء والفنانين وتشق طريقها لعالم الأدب والفنون وحتى لحد البوب كلتشر. أفلام زي جراوند هوج داي، ألف مبروك، ماتريكس ريلودد، ودي في لقطة هنا عايزة أرجع لها بعدين، ولحد حلقة في الموسم الأخير من لاف ديث اند روبوت، حلقة ايس ايج. كل الحاجات دي بتلمس في فكرة العود الأبدي، التكرار الأزلي الذي لا يمكن التمرد عليه. وخلينا نعترف هي فكرة مثيرة فعلا. هتحس بإيه لو اكتشفت إن أنت هتفضل تعيش نفس الحياة اللي أنت عايشها دي مرارا وتكرارا إلى الأبد؟ للوهلة الأولى تبدو الإجابة بديهية، نيتشه أنت بتهزر. لو الكلام ده بجد فدي فكرة كافية إنها تحطم أي حد وتوصله لقاع اليأس والقنوط. ولكن نيتشه بيقول إن إحنا لو فكرنا فيها شوية وتجاوزنا مرحلة اليلهوي واليأس ده كله، الفكرة دي ممكن تحررنا تماما. أنا مثلا بالنسبة لي فكرت إن لو كل اللي بيحصل في حياتي ده حصل قبل كده مليون مرة وهيفضل يحصل تاني مليون مرة، طب ما كده ما يبقاش في حاجة تستاهل في الدنيا مش مستاهلة حرق الدم، عادي، مفيش حاجة مميزة، مفيش حاجة كبيرة. بس نيتشه ما كانش بيتكلم في فكرة ان الدنيا منفاتة، بالعكس تماما، كان بيقولك ان الدنيا دي هي الدنيا الوحيدة اللي ممكن تعيشها، وبيستخدم فكرة العود الأبدي كمدخل لسؤال أهم. لو الحياة دي اللي انت عايشها دلوقتي هتضطر تعيشها تاني مرارا وتكرارا إلى ما لا نهاية، هتعيشها ازاي؟ ايه الحاجة اللي ممكن تعملها اللي هتخليك لو عرفت انك هتعيش نفس الحياة تاني حتى وانت عارف بكل الآلام والمصاعب والأهوال اللي هتشوفها فيها، تحس ان ياه هو ده، انا عايز الحياه دي بالظبط مليون مره كمان. وده يرجعني للاوراكل في فيلم ماتريكس ريلودد لما قالت ان الاختبار الحقيقي لاي قرار انك تاخد نفس القرار مره كمان. زي كده ما جول وكليمنتاين حتى بعد ما عرفوا ايه اللي ممكن يبوظ علاقتهم اختاروا انهم يرجعوا لبعض تاني. قولوا لي في الكومنتس لو تحبوا تعيشوا الحياه اللي انتوا عايشينها دي مره كمان ولا لا، ولو عجبتكم السحله دي شوفوها تاني خلاص يا حاجه، شوفوها تاني يا عروسه. معلش بس العود الابدي اشتغل، وشير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.